ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم فيه اول درس في منهج البكالوريا في البرمجه والذكاء الاصطناعي، وهو بيتكلم عن تكنولوجيا المعلومات والتطور بتاعها والتحول الاجتماعي واثرت على المجتمعات ازاي. طيب يا شباب، خلينا نبدا. اول حاجه احنا عايزين نتكلم فيها يعني ايه اساسا كلمه تكنولوجيا معلومات. لما انا اقول اول حاجه كلمه تكنولوجيا، قال لك كلمه تكنولوجيا هو مقصود بيها اي حاجه دلوقتي سمارت بقت شغاله عندك، معتمده على التكنولوجي بتاعتنا ومعتمده على الدوائر الرقميه بتاعتنا والدوائر الالكترونيه، زي مثلا جهاز الكمبيوتر، ده عباره عن تكنولوجيا. زي مثلا الشبكات وأجهزة الشبكات اللي احنا اتكلمنا عنها في محاضرة التأسيس، دي كلها عبارة عن تكنولوجيا. طيب، تكنولوجيا المعلومات قال لك احنا بنبدأ نستخدم كل التكنولوجيا اللي موجودة عندنا دي كلها عشان تساعدنا في تخزين وإدارة البيانات بتاعتنا ومعالجتها طبعا. طيب، يعني ايه تخزين وإدارة ومعالجة البيانات؟ تخزين البيانات سهلة جدا، يعني انا ابدأ ان انا اعتمد على او استخدم اجهزة الكمبيوتر اللي موجودة عندي عشان اخزن فيها اليوزر نيم او الاسم بتاع حضرتك والباسورد بتاعك اللي انت عامل بيهم مثلا الفيسبوك بتاعك او اللي انت عامل بيهم الايميل بتاعك، ابدأ اخزنهم باستخدام التكنولوجيا اللي هي السيرفرات واجهزة الكمبيوتر بتاعتنا. طيب، يعني ايه برضو معالجة البيانات؟ ابدأ ان انا استعمل البيانات دي مثلا وابدأ ان انا اعالجها عشان اطلع بيها بنمط معين. يعني ايه اطلع بيها بنمط معين؟ يعني انا مثلا عندي شوية بيانات كتيرة جدا، ابتديت ان انا اعالج البيانات دي كلها عشان اكتشف في الاخر ان الشركة بتاعتي خلال مثلا 30%، خلال مثلا 30 سنة، نسبة النمو بتاعتها هتبقى مثلا ايه؟ هتبقى 10%. يبقى انا ابتديت ان انا استعمل البيانات دي واعالجها عشان اتنبأ او اقدر اطلع النمط ده يعرفني الاداء بتاع الشركة بتاعتي خلال ال 30 سنة اللي جايين هيبقى عامل ازاي. يبقى كلمة تكنولوجيا هي اي تكنولوجيا، ان كانت اجهزة، ان كانت سمارت فونز، بتساعدني ان انا اخزن وادير واعالج البيانات بتاعتي. طيب شباب، دلوقتي احنا بقى عندنا اول جزء من الدرس بيتكلم عن تاريخ تكنولوجيا المعلومات او الاي تي. طيب، هي متقسمة عندنا لفترات زمنية. أول فترة كانت من الأربعينات للستينات. طيب، إيه الحاجات اللي حصلت في فترة من الأربعينات للستينات؟ قالك في حواسيب إلكترونية ابتدت إن هي تظهر، ومنها الإنياك. طيب، إيه بقى الإنياك ده؟ قالك ده أول كمبيوتر ظهر في التاريخ قادر على البرمجة، ظهر في جامعة بنسلفانيا في أمريكا. طيب، ده شكل الايه، الحاسوب بتاعنا او الانياك. ده اول كمبيوتر، الحجم بتاعه كان كبير جدا، كان بيوصل لاطنان، بيوصل لحد 30 طن في الحجم. طيب، التأثير بتاعه على المجتمع بيقول لك ان هو كان مستخدم للأغراض العسكرية والحسابات العلمية، وطبعا الكابابيلتيز او الامكانيات بتاعته كانت ضعيفة جدا. طيب، وكمان بيقول لك ان الاجهزة بتاعت الكمبيوتر دي الدوائر الالكترونية اللي فيها كانت حاجة اسمها الصمامات المفرغة او الفيكيوم تيوبس. طيب، ايه بقى الصمامات المفرغه دي؟ خلينا نتكلم فيها شويه. ده شكل الصمام المفرغ بتاعنا او الفيكيوم تيوب. هو عباره عن انبوب ايه، انبوب زجاجي. الانبوب الزجاجي ده مفرغ من الهواء، يعني المنطقه دي كلها كده اول حاجه عايزين نلاحظها ان هي مفرغه من الايه، مفرغه من الهواء. طيب، ليه مفرغه من الهواء؟ لان انا عايز امرر تيار كهربي، ده لو انا ايه، عايز اطلع واحد. طيب، وفي حالة فصل التيار الكهربي طبعا يبقى ايه، يبقى زيرو. طيب، في حالة التيار الكهربي لو مر، لو الأنبوبة دي مش مفرغة من الهواء، طب ما الهواء ده ليه ذرات، الإلكترونات وهي بتحاول تعدي هتبدأ إن هي تصطدم وتحتك بالإيه، بالذرات بتاعة الهواء دي. فكان لازم اول حاجه نعملها في الفيكيوم تيوب ان احنا نبدا نفرغ الانبوب الزجاجي ده من الهواء عشان الالكترونات في حاله ان هي عايزه تعدي تقدر تعدي. دي كده اول حاجه. طيب، الفيكيوم تيوب هتلاقيها بتتكون من كذا حاجه. بتتكون من حاجه الكاثود، وده انا عايزك تعتبره ال- القطب السالب اللي بيتوصل بالبطاريه عشان يعمل دفع للالكترونات السالبه. وبتتكون برضو في النص هنا حاجة مستطيلة بالشكل ده، ده الانود اللي بيبدأ ان هو يستقبل اللي هو بيبقى عبارة عن القطب الموجب بتاعنا، وبيعمل جذب للالكترونات السالبة زي ما انتوا خدتوا في الكيمياء او في العلوم، ان السالب دايما بيعمل اتراكشن او بينجذب للايه، للموجب. طب في حالة سالب مع سالب او موجب مع موجب بيحصل ايه، بيحصل تنافر. طيب، وبيبقى في عندي هنا ايه، بيبقى في عندي هنا الحاجة اللي عاملة زي الزجزاج دي حاجة اسمها الجريد او الايه، او الشبكة. ودي احنا يا اما بندخل لها 0 فولت يا اما بندخل لها جهد ايه، جهد سالب، وهنعرف ليه دلوقتي. طيب، الهدف بتاعي ايه؟ الهدف بتاعي ان انا امرر التيار الكهربي. طيب، هنمرر التيار الكهربي ازاي؟ احنا قلنا عندنا ادي الكاثود اهو،
هنبدأ ان احنا نسخن الفتيل، هنبدأ نسخن الفتيل. فلما الفتيل يبدأ يتسخن، الالكترونات هيحصل فيها تحفيز وتبدأ ان هي تتحرر وتعدي جوه الايه، جوه الانبوب الزجاجي بتاعنا ده هو. طيب اول لما تعدي جوه الانبوب الزجاجي، الجريد او الشبكة اللي عندي دي انا عاملها بصفر ايه، بصفر فولت، فهي حرفيا ملهاش اي ايه، اي تأثير. فالالكترونات تلاقي مين موجود؟ تلاقي المستطيل اللي موجود عندنا ده اللي هو الايه، الانود. يبدأ يحصل ايه، انجذاب. ولما يحصل انجذاب تبدأ او يبدأ التيار يعدي من هنا لحد هنا، ويبقى كده الدايرة بتاعتي ايه، الدايرة بتاعتي كده مقفولة، والتيار ايه، والتيار معدي. ده بمنتهى الاختصار يعني. طيب لما ال- الجهد اللي هنا ده انا اقلبه واخليه يبقى ايه، واخليه يبقى جهد سالب، ساعتها الالكترونات السالبة هتلاقي جهد سالب هنا، فهيحصل تنافر. ففي الحالة دي البطارية هتبقى ايه، هتبقى اون او ايه، او مفتوحة. ساعتها التيار مش هيعدي. يبقى انا كده قدرت فعلا اوصل بالفيكيوم تيوب لمرحلة الواحد والصفر. طب ما الموضوع حلو قوي اهو. يبقى احنا ليه دلوقتي بقينا بنشتغل بالترانزستورات؟ قال لك ما هو اول حاجة انت حضرتك هتلاحظها ان الفيكيوم تيوب دي كبيرة جدا في الحجم، فبالتالي خلت شكل الديفايس بتاعي او الكمبيوتر بتاعي يبقى بالحجم الضخم ده جدا. دي اول حاجة. تاني حاجة، اصل انا لما الفتيل بيسخن بتطلع حرارة عالية جدا 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 زي اللمبة اللي موجودة عندنا. اصل تالت حاجة برضو قالك ان الفيكيوم تيوبس دي بتتحرق، وكانت بتحتاج ان احنا نبدلها بشكل مستمر في الاجهزة بتاعتنا. دي كلها حاجات خلتنا ان احنا نقفل ونبطل ان احنا نشتغل بالفيكيوم تيوبس او بالصمامات المفرغة دي، ونروح لحاجة اسمها الايه، الترانزستورات اللي بقت موجودة في الاجهزة الحديثة بتاعتنا. طيب يبقى ده اللي حصل في الاربعينات وفي الستينات. طيب الفترة بتاعت السبعينات والثمانينات ابتدت تنتشر الايه، البي سيز او الحواسيب الشخصية بتاعتنا، زي اللابتوب او زي البي سي اللي انا بصور لك منه الفيديو ده دلوقتي. طيب طب ده تأثيرها على المجتمع ايه؟ قالك دي كانت بداية استخدام الافراد للحاسب. بقى كل شخص عنده ايه، عنده بيرسونال كمبيوتر او حاسوب شخصي، بيبدأ ان هو يستعمله في المهام اليومية بتاعته، زي ان هو يشغل وورد، يعمل ملف بي دي اف، يخزن بيانات، يعمل حتى براوزنج او تصفح على الفيسبوك او على الانستجرام وكل الكلام ده. طيب الفترة بعد كده اللي كانت موجودة كانت فترة التسعينات. فترة التسعينات ابتدى يظهر فيها الايه، الانترنت. وابتدينا ان احنا نستعمل الانترنت والويب في حاجات ايه، في حاجات تجارية. يبقى اتاحة الانترنت للاستخدام التجاري، وبدأ ان هو الايه، الويب يظهر. طيب تأثير ده على المجتمع ايه؟ كان في انتشار ووصول عالمي للمعلومات والبريد الالكتروني. طب خلينا نتكلم في الحتة دي شوية. احنا اتفقنا ان الانترنت في المحاضرة بتاعة التأسيس هو ما هو الا عبارة عن مجموعة من الأجهزة بتاعة الشبكات والسيرفرات اللي متوصلة ببعض، كبيرة جدا جدا. عملت لي الشبكة بتاعة الوان الضخمة جدا دهيا اللي هي اسمها الايه، الانترنت. فدلوقتي العالم كله ابتدى في الفترة دي يبقى متوصل كله ايه، ببعضه. ولما العالم كله اتوصل ببعضه، بقى في شخص ممكن يعمل لي موقع اسمه ايه، اسمه امازون مثلا. ابدا ان انا كيوزر اخش على الموقع ده، وابدا ان انا مثلا ايه، اشتري منه اي حاجه انا ايه، انا عايزها. بقيت ان انا ممكن اعمل براوزنج على اي موقع مثلا للايه، للاخبار او غيره. ده كله طبعا اثر على المجتمع في ان الوصول العالمي بقى طبعا ايه، للمعلومات بقى اسهل. طيب العقد الاول بقى من الالفيه، يعني من بدايه الايه، من بدايه الالفينات، ابتدت الهواتف او السمارت فون زي الايفون وسامسونج بقى وفيفو واوبو والاجهزه دي كلها، السمارت فونز، الاجهزه الذكيه، ان هي تظهر. وده طبعا اثر على المجتمع في انه بقى في انتشار سريع وواسع للانترنت كمان، حتى عن طريق الايه، عن طريق السمارت فونز، وعن طريق الايه، الشرايح بتاعتنا اللي بتبقى موجوده في التليفونات، والابراج بتاعه الاتصالات اللي بتقدر ان هي تخلينا نفتح الانترنت عادي جدا من على الايه، التليفونات بتاعتنا. طيب بعد كده بقى من العقد الثاني في الألفية، ابتدت الحوسبة السحابية إن هي تنتشر، ودي حاجة اسمها الكلاود كومبيوتنج، وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي. طيب لما الحوسبة السحابية دي انتشرت، أثرت على المجتمع في إيه؟ تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ابتدى إن هو يظهر. ابتدى ابتدت تنتشر تكنولوجيا المعلومات في صورة خدمات عبر الإنترنت، وابتدينا إن احنا نخزن البيانات بتاعتنا على الكلاود أو على السحابة. وهنفهم يعني إيه موضوع الكلاود كومبيوتنج أو الحوسبة السحابية ده دلوقتي. طيب يا شباب، دلوقتي بقى احنا عايزين نتكلم على مصطلح الحوسبة السحابية. يعني إيه كلمة حوسبة سحابية؟ بص يا شباب، تعالى نتخيل كأننا في قصة دلوقتي. دلوقتي أنا صاحب شركة، قررت إن أنا أفتح إيه؟ إن أنا أفتح شركة. الشركة دي مثلا هتبقى شركة اتصالات.
شركة اتصالات وبتقدم خدمات للإنترنت وكل الكلام ده. طيب، ابتديت ان انا طبعا ابني المبنى بتاعت الشركه واعمل الفروع بتاعت الشركه، وابتديت ان انا بقى ابني الايه الشبكه بتاعتي بتاعت الايه الشركه. فابتديت ان انا اجي جوه الشركه زي ما اتكلمنا، وابتديت ان انا احط سيرفرات. جبت سيرفر هنا، اشتريت سيرفر، بعد كده اشتريت سيرفر تاني، واشتريت سيرفر تالت وسيرفر رابع، عشان ابدا ان انا اخزن عليهم الايه البيانات بتاعت الايه الكاستمرز او الموظفين او العملاء بتوع الايه الشركه. وبعد ما جبت السيرفرات ابتديت ان انا اشتري راوتر واثنين وثلاثة، وابتديت ان انا اجيب شوية سويتشات عشان الموظفين عندي اللي في الشركة، عشان الشبكات الداخلية. ابتديت ان انا اشتري كمان حاجة اسمها اكسس بوينت، او نقطة توصيل ليها علاقة بالايه بالواي فاي، الربط بالواي فاي او بالخدمات اللاسلكية. وابتديت ان انا اجيب مثلا الجهاز ده احنا اتكلمنا عنه، اسمه اسمه الفاير وول، عشان يبدأ ان هو يأمن لي الشبكة بتاعتي. انا كده ملاحظ ان انا عشان افكر ان انا ابدا البيزنس بتاعي، انا اضطريت اشتري سيرفرات كتيره جدا بفلوس كتيره جدا، الكوست بتاعها عالي، اجهزه شبكات الكوست بتاعها عالي، سويتشات، اكسس بوينتس، جبت فاير وول، جبت حاجه اسمها اي دي اس انتروجن ديتكشن سيستم، والكلام ده كله مش لازم أن تفهمه، لكن المغزى منه اوضح لك ان انا عشان ابدا البيزنس بتاعي انا دفعت فلوس كتيره جدا 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 في الهاردوير اللي انا اشتريته ده. وكمان مش كده بس، لا، ده انا كمان اضطريت ان انا ادفع فلوس زياده عشان اجيب نتورك انجينيرز يبداوا ان هم يوصلوا لي كل الكلام ده ببعضه، ويظبطوا لي الشبكه بتاعه الشركه بتاعتي والسيرفرات، وازاي الكاستمرز بقى او العملاء بتوعنا البيانات بتاعتهم هتبدا ان هي تتخزن، وكل الكلام ده كله، وازاي البيانات بتاعتي هتطلع على الانترنت وكل الكلام ده. طيب، انا بقى كنت ممكن ان انا ابني البيزنس بتاعي اساسا، ان كان النتورك ديفايسز ولا ان كان الويب ابلكيشن بتاعي او الموقع بتاعي اللي انا هحطه، كنت ممكن ان انا استغنى عن كل الهاردوير ده، واستعمل حاجه اسمها الكلاود كومبيوتنج بقى، او الحوسبه السحابيه. ايه بقى الحوسبه السحابيه؟ قال لك في شركات، حاجه او شركه اسمها امازون، وشركه تانية مثلا اسمها جوجل، وشركه تانية مثلا اسمها مايكروسوفت. ابتدوا ان هم يجوا لنا يقولوا لنا بصوا، انا عندي سيرفرات كتيره جدا، وعندي اجهزه كتيره جدا، والمساحات التخزينيه بتاعتها ضخمه جدا جدا، وانا مش قادر ان انا مش قادر، او مش قادر ان انا استعمل المساحات التخزينيه دي كلها. طيب، هتعملوا ايه يا عم امازون ويا عم جوجل ويا مايكروسوفت؟ قال لك انت كمستخدم او كراجل عايز يفتح البيزنس بتاعه، انا هخليك ما تشتريش كل الاجهزه وكل الهاردوير ده وهتيجي تسجل عندي في خدمه الحوسبه السحابيه، وانا بالسيرفرات اللي موجودين عندي دول كلهم هبدأ ان انا اقسمهم لك، وادي لك حتة صغيرة منها تعمل البيزنس بتاعك فيها. الله، يعني الكلام ده هو ده معناه الكلاود كومبيوتنج او الحوسبة السحابية؟ قال لك الحوسبة السحابية إن أنا بقيت أروح أسجل مع أي مقدم للحوسبة السحابية، إن كان شركة جوجل ولا شركة أمازون ولا هواوي ولا أي حد، عشان يبدأ يعمل لي ألوكيت أو تخصيص لجزء من الريسورسز أو الأجهزة اللي موجودة عنده، ويدهاني عشان أنزل عليها الويب أبليكيشن بتاعي، أو عشان أبني عليها الشبكة بتاعتي، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ده بمنتهى البساطة معنى كلمة كلاود كومبيوتنج. طيب يا شباب، احنا كده عايزين بس نعمل تطبيق سريع، بس نثبت بيه مفهوم الكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه على مقدم خدمه زي امازون. امازون طبعا الكلاود سيرفيس بتاعتها او خدمه الحوسبه اسمها اي دبليو اس، او اختصار لكلمه امازون ويب سيرفيسز. زي ما انتم شايفين هنا كده، لو لاحظتوا هتلاقوا في حاجه اسمها ريجنز او مناطق. المناطق دي عايزك تعتبر ان هي اماكن السيرفرات والديتا سنترز بتاعه امازون موجوده فيها. حضرتك تقدر تاخد منها شويه اجزاء ومساحات، زي ما بقول لك، زي ما كنت بقول لك في الشرح النظري، عشان تبدا تستعملها وتبني بيها البيزنس بتاعك، ان كان ويب ابلكيشن ولا ان كان نتورك كامله وغيره وغيره. هتلاقي مثلا امازون عندها اكتر من 39 ريجن متقسمه او موجوده حوالين العالم كله. لو بصيت هتلاقي في اليونايتد ستيتس، في فيرجينيا، وفي اوهايو، في كاليفورنيا. هتلاقي عندك برضو ريجنز او مناطق في سول في كوريا الجنوبيه، في كندا. هتلاقي في فرانكفورت في المانيا، في لندن في بريطانيا، وفي باريس، وفي ستوكهولم. حضرتك بتبدا تختار الريجن زي ما بقول لك.
وبتبدا مثلا ان انا ككاستمر اهو انا عايز اخد جوه الريجن بتاعت باريس مثلا اللي في اوروبا، وابدا ان انا اخد جزء من سيرفر من السيرفرات اللي موجوده في امازون عشان ابدا اقوم عليه الويب ابلكيشن بتاعي. فببدا ان انا اخش اقول له انا عايز اعمل حاجه اسمها اي سي 2، طبعا حضرتك مش مطالب بالكلام ده كله. وابدا اقول له ان انا عايز اعمل لانش للانستنس بالشكل ده كده، فهيبدا ان هو يقول لي طيب هو السيرفر بتاع حضرتك عايز تسميه ايه؟ طيب الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل اللي سمع محاضرات التاسيس، نظام التشغيل اللي بيقوم على السيرفر اللي انت عايزه حضرتك ده، هل انت عايزه يبقى لينكس ولا يبقى ويندوز ولا يبقى ايه بالظبط؟ زي ما هو ايه واضح كده. طيب الانستنس تايب، حاجه اسمها الكي بير، النتورك سيتنجز، كل الكلام ده بتبدا ان حضرتك تعمل له كونفيجريشن، تبدا تقول لانش انستنس. الف مبروك حضرتك دلوقتي بقى عندك سيرفر. ادي اللي انا كنت بكلمك عنه اهو، الاوبريتنج سيستم حضرتك مثلا عايزه مايكروسوفت ويندوز ولا ريد هات ولا ديبيان ولا امازون لينكس اوبونتو، كل الكلام ده. تخلص كل الكونفيجريشنز دي، تعمل لانش انستنس، حضرتك بقى عندك سيرفر تبدا تستعمله كأنه جهاز كمبيوتر، بس من وانت حضرتك قاعد في القاهرة. انا هو أنا قاعد في القاهرة اهو، انا بقى عندي جزء من سيرفر اقدر اعمل بيه اللي انا عايزه في باريس او في الريجن او المنطقة او الداتا سنتر بتاعت امازون اللي موجودة في فرنسا او في باريس. شاب دلوقتي بقى عشان نتكلم في الجزء الجديد بتاعنا اللي هو قانون مور، عايزين بس نفتكر الترانزستورز. طيب هو يعني ايه ترانزستور؟ لو نفتكر احنا اتفقنا ان احنا كان عندنا الفيكيوم تيوبس في الفترة بتاعت الاربعينات والستينات، ودي طبعا كانت كبيرة جدا في الحجم ومشاكلها كبيرة، وكانت طبعا بتخلي الأجهزة أو الديفايس بتاعي يبقى حجمه كبير جدا ووزنه تقيل جدا، بيوصل لحد وزن الأوضة. عشان يجي بعد كده الكومبوننت أو الإلكترونيك سيركت اللي هي الترانزستور اللي غيرت لي الكلام ده كله وخلت لي الأجهزة بتاعتي تبقى إيه باورفul، قوية جدا وأحجامها إيه صغيرة. طيب حاجات بس بسيطة جدا عايزين نعرفها في الترانزستور، ان هو بيتكون من مادة شبه موصلة او سيمي كوندكتور اسمها السيليكون. السيليكون ده احنا عادة بنستخرجه من الرمال. بيجي بانواع، حاجه اسمها ال NBN وحاجه اسمها ال PNB. طيب يعني ايه NBN و PNB؟ قال لك ان الترانزستور ده اول نوع عنده حاجه اسمها NBN. طب يعني ايه NBN؟ قال لك اصل الترانزستور ده بيتكون من ثلاث طبقات، حاجه اسمها البيز او البي، والبيز دي يعني القاعده، وحاجه اسمها الاي او الاميتر ده اللي هو الايه الباعث، وحاجه اسمها السي او الكولكتور وده اسمه الايه المجمع، المجمع. تمام حلو قوي. طيب عايزك تفتكر الجريد او الشبكه اللي كانت في الفيكيوم تيوب. عايزك يعني تفكر ان البيز او القاعده في الترانزستورات هي شبه جدا الايه الجريد، اصل هي اللي مسؤوله عن ان هي بتعمل لي حاجه اسمها الديبليجن ريجن او منطقه النضوب. طيب مش هنخش في التفاصيل خالص، بس القاعده هي اللي بتبقى مسؤولة عن انها تعمل لي حاجة اسمها ديبليجن ريجن، او عايزك تعتبره زي سد او حيطة. فلما الحيطة دي تبقى موجودة تبدأ ان هي تمنع مرور الايه التيار، فالدايرة عندي تبقى ايه؟ تبقى زيرو. طيب لما الديبليجن ريجن او منطقة الندوب دي تتشال، وده كله طبعا بسبب الجهد اللي احنا بنحطه على الايه على القاعدة او البيز، بنخليه حوالي تقريبا 7 من 10 ايه 7 من 10 فولت، تبدأ ان الايه الديبليجن ريجن دي تختفي، فبالتالي التيار بتاعي يمر ويطلع لي ايه واحد. كل ده ب سيمي كوندكتور او باشباه موصلات عن طريق حاجه اسمها الديبليجن ريجن، وعن طريق حاجه اسمها الهولز او الفجوات والالكترونز وكل الكلام ده، بس احنا مش هنخش في التفاصيل دي. تمام. دلوقتي بقى نقدر نتكلم في حتة قانون مور. طيب شباب دلوقتي بقى احنا عايزين نتكلم على قانون مور، وده قانون سهل جدا. اول حاجة عايزك بس تفهمها زي ما الكتاب قايل ان ده مش قانون فيزيائي. تمام، يبقى اول حاجة ده مش قانون فيزيائي. طيب ايه بقى القانون ده؟ قالك اصل المطورين او الديفلوبرز او المختصين بالمجال لاحظوا ان كل سنتين بيبدأ ان عدد الترانزستورات اللي موجودة جوه الشيبس او البروسيسورز بتاعتنا ان هي تتضاعف. الله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني المطورين لاحظوا ان كل سنتين اعداد الترانزستورات اللي موجوده في المعالجات بتتضاعف. ازاي الكلام ده؟ قال لك اصل هو عمل لي رسم بياني بالشكل ده كده. هتلاحظ مثلا ان احنا سنه 78 شركه انتل نزلت المعالج المشهور جدا بتاعها اللي هو ال 8086 اللي كان فيه 29,000 ترانزستور. ابتدوا بعد كده ان هم يطوروا اكتر، يصغروا احجام الترانزستورات اكتر، ونزلت شركة انتل سنة 89 الفيرجن الجديد بتاعها اللي بقى جواه مليون ومتين ألف ترانزستور. عشان نوصل لسنة 22 أبل تنزل البروسيسور العملاق بتاعها اللي بقى جواه 114 مليار ترانزستور. طيب بيقول لك ايه بقى؟ لكن استمرار تصغير مكونات الدوائر، كل ما ابتديت ان انا اصغر المكونات بتاعه الدوائر بتاعتي واصغر في احجام الترانزستورات، كل ده ما ابتدى يطلع مشاكل هندسيه وفيزيائيه. زي ايه مثلا؟ قال لك ابتدى التيار يحصل فيه تسرب، وابتدت تحصل تاثيرات كموميه زي النفق الكمومي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ قال لك بص، اصل انا كل ما اصغر
الترانزستورات واصغر في الحجم بتاع الترانزستورات، كل ما الديبليشن ريجن او منطقه النضوج بتاعتي كل ما بتصغر، كل ما ده ممكن يؤدي الى ان الالكترونات تقدر ان هي تهرب وتعدي حتى وانا قافل المفتاح بتاعي. طيب، وده طبعا كله ابتدى ان احنا يخلينا نعتمد على حاجات تانية، زي ان انا يبقى عندي ايه مالتي كور، او انويه كتيره جدا في البروسيسور او في المعالج بتاعي. اهو تعدد الانويه او حتى المعالجات المتوازيه اللي هي البارallel بروسيسورز وتصميمات متخصصه. اما الحوسبه الكموميه طبعا بيقول لك هي نهج مختلف قد يفيد في فئات محدده من المسائل، وليست بديلا عاما لكل الحواسيب التقليديه. طيب احنا هنرجع برضو لحته الحوسبه الكموميه دي وهنشرحها لوحدها في بارت منفصل، زي حته الايه الكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه. طيب شباب، دلوقتي بقى احنا نقدر ندخل على الجزء الثاني من الدرس بتاعنا، وهو بيكلمك عن التغيرات الاجتماعية اللي نتجت عن تكنولوجيا المعلومات أو الانفورميشن تكنولوجي، لما ابتدى المجال ده يخش العالم ويتطور زي ما احنا شفنا التأثيرات بتاعته من أول سنة 40 لحد النهاردة بقى عامل ازاي. طيب، بيقول لك أول حاجة شبكات التواصل الاجتماعي أو الاس ان اس. بيقول لك أول حاجة يعني إيه شبكات التواصل الاجتماعي؟ الكلمة أو الجملة شارحة نفسها، منصات بتتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة. حاجات زي ايه مثلا؟ حاجات مثلا زي الفيسبوك، حضرتك بقيت بتعمل اكونت دلوقتي على الفيسبوك، وتقدر حضرتك دلوقتي تعمل نشر فيه للصور بتاعت حضرتك او لاي بوستس او اي كومنتس، تعمل لايكس او شيرز لاي فيديوز او اي حاجه. عندك برضو طبعا انستجرام، عندك حاجه زي لينكد ان لو حد يعرف عنه حاجه، وده له علاقه بنشر البوستس والاهتمامات بتاعتك بس في اطار الورك او الشغل او العمل بتاع حضرتك. تاني حاجة عندنا بيقول لك هي الاي كوميرس او التجارة الالكترونية. ايه بقى موضوع التجارة الالكترونية؟ شرحها نفسها برضه، بيقول لك يعني بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الانترنت، زي مثلا متاجر الكترونية زي امازون واي باي. ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي مثلا عايز تشتري لابتوب جديد، او عايز تشتري تليفون جديد، فقمت داخل على ايه على امازون، فابتديت ان انت تفتح كاتيجوري الايه التليفونات. ده في مش عارف تليفون بكذا، وفي تليفون سعره كذا، وتليفون سعره كذا. ابتديت ان انت حضرتك ايه تشوف التليفون اللي انت عايزه، وليكن التليفون ده دفعت الحساب بتاعه، اتممت عملية الشراء، الراجل جالك لحد البيت استلمته بقى معاك التليفون. دي كلها متاجر الكترونية او اي كوميرس. الكلام ده كله بيحصل عن طريق الايه عن طريق الانترنت دلوقتي. طيب، تالت حاجة بيكلمك عنها هي الريموت ورك أو العمل عن بعد. يعني ده نمط عمل بيؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت. طيب، في حاجة زي كده أنا برضو إيه عايز أوضحها لكم، ده عن طريق الشغل بتاعي في الفريلانس. أنا مثلا ده عبارة عن كاستمر كان موجود، وانا بقدم السيرفيس بتاعتي او بقدم السيرفيس بتاعتي، وهي ليها علاقة بتصميم الايه بتصميم الشبكات. طيب، الراجل الكاستمر او العميل هو كان شخص من ايه من بلد موجودة في اسيا، في قارة تانية، وانا قاعد في القاهرة هنا في افريقيا في مصر. وابتديت ان انا اعمل ريموت ورك او اقدم الشغل بتاعي واقدم الملفات بتاعتي كلها عن طريق عن طريق الانترنت، وانا في مكان قاعد في البيت في القاهرة، وهو في مكان تاني، كل ده عن طريق الانترنت. وبناء عليه طبعا ابتديت ان انا اتمم الطلب بتاعي، والكاستمر او العميل يستلم الكلام ده، وانا اخد القيمه بتاعت الشغل بتاعتي اللي انا اشتغلتها. هو ده معنى الريموت ورك. طيب، بيكلمك برضه عن حاجه اسمها التعلم عبر الانترنت او الاونلاين ليرنينج. ده نمط تعليمي بتقدم فيه الدروس والمواد التعليميه عبر الانترنت، زي انا كده وانا بقدم لك الفيديو، بعمل لك ريكوردنج ليه عن طريق الانترنت. حضرتك بتفتح الانترنت بتاعك، بتخش على اليوتيوب، بتبدا تسمع الفيديو اللي انا سجلته لك ده عن طريق الانترنت. او مثلا زي سيرتيفيكتس، حضرتك ممكن تخش تحضرها من اي موقع وتحصل الشهادات دي كلها اونلاين. مثلا يعني زي شهاده زي جوجل في السايبر سيكيورتي في الامن السيبراني وغيره كتير جدا. دي كلها ب عبارة عن ماتيريال أو educational ماتيريال أو مواد تعليمية بتتقدم عن طريق الإنترنت. رقم 5 بيكلمك عنها الدفع غير النقدي أو الكاشلس بيمنت. حضرتك مش زي ما بتروح للسوبر ماركت وبتدفع كاش، لا، بيبقى عند حضرتك حاجة زي الكريدت كارد، البطاقات المصرفية، او حاجة زي تطبيقات الهاتف، او حاجة زي كيو ار، تبدأ ان انت تدفع منه قيمة السلعة بس بوسائل غير نقدية. حاجة مثلا زي فودافون كاش، حاجة زي مثلا الكريدت كاردز بتاعتك، كل الكلام ده. طيب، يبقى احنا التغييرات الاجتماعية اللي حصلت بسبب تطور الانفورميشن تكنولوجي او تكنولوجيا المعلومات، بقى عندي شبكات تواصل اجتماعي اس ان اس. حضرتك تفهم، بناء على الفهم بتاع حضرتك هتقدر تجاوب الكلام ده كله. بقى عندي كمان اي كوميرس او تجاره الكترونيه، ريموت ورك او عمل عن بعد، اونلاين ليرنينج او تعلم عبر الانترنت، كاشلس بيمنت او دفع غير نقدي. طب شباب، دلوقتي بقى عايزين نتكلم في اخر جزء في الليكتشر او في المحاضره او في الدرس الاولاني، وهي بتتكلم عن شويه تكنولوجيز ناشئه، يعني تقنيات ناشئه.
وبارزة على فكرة. يعني الحاجات دي عملت هايلايت او بقت مشهورة جدا دلوقتي في اماكن كتيرة. طيب، اول حاجه بيقول لك هي الايه السيلف درايفنج او الايه او القياده الذاتيه. يعني احنا ما بقيناش محتاجين حد يسوق العربيات دلوقتي، لا هي العربيه بتشتغل لوحدها. طب ازاي الكلام ده؟ قال لك بص، اصل احنا هنا دلوقتي بقى بنستعمل ايه، بنجيب حاجه اسمها ايه سنسور او مستشعر. عايزك تعرف عن السنسور ده ان هو بيبدا ايه يحس بالحاجات اللي ايه اللي حواليه. وبنجيب ايه، بنجيب كاميرا عشان تصور كل الحاجات اللي بتحصل قدام الايه العربيه في الطرق. لو مثلا في شخص تصوره، لو في مثلا حوض تصورها، لو في حد بيعدي فجاه. طيب، لو في حد بيعدي فجاه يبقى انا كده خدت الصوره بالكاميرا، ولازم أنا اعمل لها بروسيسنج، او لازم أنا اعمل للصوره دي معالجه عشان ابدا افهم ده انا لو ما فرملتش دلوقتي الشخص ده كمان كذا انا هدهسه او هدوسه بالعربيه وهتحصل مشكله. فانا لازم كده اعمل ايه، اعمل بروسيسنج او معالجه. وعشان اعمل المعالجه دي قال لك احنا ساعتها هنستعمل حاجه اسمها الايدج كومبيوتنج، مش حاجه اسمها الكلاود كومبيوتنج. طب يعني ايه الكلام ده؟ احنا ساعتها هنعمل حاجه اسمها معالجه طرفيه. يعني مش هنبعت الكلام ده على الكلاود. يعني حضرتك مثلا لسه احنا بنتكلم في الكلاود وقلنا ان انا دلوقتي اهو بعمل سيلف درايفنج وفي القاهره، وفاتح سيرفر مثلا الكلاود بتاعي في باريس وفي فرنسا، والسيرفر ده هو اللي انا هعمل عليه الايه المعالجه. انت متخيل عشان العربيه او السنسورز والاي اي مودلز اللي موجوده تتخذ القرار بتاعها لو في حد قرب من العربيه ان هي تاخد فرامل، لا ده لسه محتاجه الاول البيانات تبعتها من القاهره لحد باريس عند السيرفرات بتاعت امازون عشان يتعمل لها معالجه هناك او بروسيسنج. ده كده ممكن ايه اللاتنسي او التاخير يبقى عالي جدا، لان ده احنا بنعدي من قاره لقاره تانية، من افريقيا لاوروبا. فبالتالي مش هنستعمل الكلاود كومبيوتنج هنا او الحوسبه السحابيه، امال هنستعمل ايه؟ هنستعمل ايدج كومبيوتنج. يعني المعالجه نفسها هتتم جوه البروسيسور وجوه التشيبس بتاعه الايه العربيه اللي محطوطه جوه العربيه. تمام. يبقى نقرا اللي مكتوب كده: القيادة الذاتية تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة. تستخدم المركبة كاميرات مستشعرات سنسورز لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها. ولأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، تعالج بعض البيانات محليا باستخدام الايدج كومبيوتنج أو الحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة، أو عشان نقلل التأخير أو اللاتنسي يبقى قليل. طيب شباب، دلوقتي بقى عايزين نتكلم ونفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. تاني حاجة عايزين نتكلم فيها هي الفرق ما بين حاجتين: حاجة اسمها ال AR أو ال Augmented Reality أو الواقع المعزز، وحاجة اسمها ال VR أو الواقع الافتراضي أو ال Virtual Reality. إيه الفرق بين الاتنين؟ تعال نمسك أول واحدة، ال Augmented Reality أو واقع معزز. بيقول لك دي تقنية بتضيف شوية عناصر ومعلومات رقمية لمشهد حقيقي، مشهد من العالم الحقيقي. طب يعني إيه الكلام ده؟ بص يا سيدي، تخيل إن إحنا عندنا سوفت وير أو برنامج. البرنامج ده بيخليك تعمل إيه؟ حضرتك دلوقتي عندك شقة وأنت محتار الكنبه او الكرسي اللي انت عايز تحطه في الشقه ده شكله يبقى عامل ازاي. فبتبدا حضرتك تخش على السوفت وير او البرنامج ده، وبيبدا السوفت وير او البرنامج ده يخليك تحط الاشكال المتنوعه من الكرسي او من الكنبه والالوان المختلفه ليهم في الشقه بتاعتك. يبقى انا ضفت مشهد رقمي اللي هو كرسي مش حقيقي، او عنصر رقمي لحاجه حقيقيه اللي هي الشقه بتاعت الشخص ده. يبقى اللي عايزك تفهمه ان الاوجمانتد رياليتي انا بضيف عنصر رقمي لمشهد من العالم الحقيقي. طب تاني حاجه، الفيرتشوال رياليتي او واقع افتراضي. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك دي تقنيه بتضع المستخدم نفسه جوه بيئه افتراضيه مولده حاسوبيا. يعني انا هاخد الشخص نفسه واحطه جوه بيئه افتراضيه مش حقيقيه، مولده حاسوبيا بس مطابقه للواقع بالظبط. زي ايه الكلام ده؟ حضرتك اكيد بتسمع ان الناس الطيارين لما بيجوا يتعلموا في الاول الطيران، هو مش بيجي كده على طول يقوم سايق طياره. طب افرض عمل مشكله ولا حاجه، فاحنا بنبدا ان احنا ندخله جوه روم او اوضه او حجره. الاوضه دي بنبدا نلبسه فيها نظاره، النظاره دي اسمها نظاره واقع افتراضي. تبدا ان هي تدخل الطيار ده جوه بيئه افتراضيه للطياره بتاعته اللي هو هيسوقها في الحقيقه، بس افتراضيه لكن مطابقه تماما للحقيقه. يبقى انا كده قدرت ان انا افرق بين الاوجمانتد رياليتي وبين الفيرتشوال رياليتي. دلوقتي بقى عايزين نتكلم في اخر حاجه من الفيتشرز او التكنولوجيا الجديده اللي موجوده معانا، وهي حاجه اسمها الكوانتم كومبيوتنج او الحوسبه الكموميه. طيب ايه بقى موضوع الكوانتم كومبيوتنج او الحوسبه الكموميه ده؟ هو بيقول لك
ده عبارة عن نهج حاسوبي بيستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات، وبيوفر تفوق في فئات محددة من المسائل، لكنه مش بيسرع جميع أنواع الحسابات. طب يعني إيه الكلام ده؟ قال لك بص يا سيدي، الكمبيوتر أو السيرفرات الضخمة بتاعتنا العادية، إحنا متفقين كتير جدا وخلاص بقينا فاهمين وحافظين الكلام ده، إن هي بتشتغل بالبت الواحدة، يا إما بيكون جواها صفر يا إما بيكون جواها واحد. طيب قال لك ان الكوانتم كومبيوتنج بقى ده بيشتغل بحاجه اسمها الكيو بت او الكوانتم بت، ودي بتشتغل بميكس او مزيج او حاجه اسمها سوبر بوزيشن ما بين الصفر والايه والواحد. وده ابتدى ان هو يوفر لي سرعات معالجة ضخمة جدا وهايلة جدا وأكفأ من الكمبيوترات العادية بتاعتنا، بس في أنواع معينة من الحسابات. طب زي إيه الكلام ده؟ زي مجال مثلا اسمه الكريبتوغرافي أو التشفير. مجال التشفير، أنا دلوقتي عايز أفك تشفير معين لحاجة، فبدل ما الكمبيوتر العادي بتاعي هو بيجرب احتمال واحد كل مرة بسبب إن إحنا اتفقنا إن البت يا إما فيها صفر يا إما واحد، لا، ده بيوفر لي كابابيلتيز عالية جدا، فبيبدأ يفك لي مليارات الاحتمالات بسرعة كبيرة جدا جدا جدا. لكن طبعا لما نيجي لحاجة تانية مثلا زي مستخدم عادي جدا مثلا زي بيقرر ان هو يفتح الفيسبوك بتاعه عشان يعمل براوزنج عليه، فاكيد انا مش هستعمل كوانتم كومبيوتنج يعني عشان اتصفح الفيسبوك بتاعي، هو هيبقى كومبلكسيتي وتعقيد على الفاضي. فعشان كده انا بروح استخدم الحاجة اللي هتوفر لي efficiency او كفاءة احسن واعلى، وهي الكمبيوترز العادية بتاعتنا. طيب شباب، دلوقتي كده احنا نقدر نقول ان احنا خلصنا الدرس الاولاني في الشابتر او في الفصل الاولاني من المنهج بتاعكم في البرمجة والذكاء الاصطناعي. طيب في بس شوية تنبيهات كده عايز اقولها، ان الكونتنت اللي هقدمه ده هيبقى كله فري على التشانل بتاعة اليوتيوب. تاني حاجة بس عايز أكد عليها، إن الكونتنت ده هو اللي أنا بقدمه هو قايم بدرجة أولى على التطبيق على أي كونسبت حضراتكم إيه بتدرسوه، وده انتوا شفتوه في الفيديوهات. فممكن حضرتك مثلا المنهج بتاعك يكون كلمك مثلا عن مصطلح زي الكلاود كومبيوتنج أو الكوانتم كومبيوتنج، لكن أنا عشان في الآخر توصل لك يعني إيه كلاود أو يعني إيه كوانتم كومبيوتنج، فأنا هتلاقيني بدخلك في حاجات عملية عملي وحاجات تطبيق زي ما حضرتك شفت في الفيديو مثلا في الجزء بتاع AWS أو Amazon Web Service. اللي أنا قصده واللي أنا بهدف ليه من الكلام ده كله إن حضرتك يوصل لك مفهوم الكلاود كومبيوتنج أو مفهوم الحوسبة، لكن مش مطلوب من حضرتك إن أنت تفتح امازون ويب سيرفيسز، لان الكلام ده مش مقرر عليك. امال ايه المقرر عليك؟ تفهم يعني ايه كلاود. طب انا فهمك كلاود بشكل نظري وعمل ازاي عن طريق كده. وفي الاخر طبعا لما حضرتك تيجي تذاكر، اول حاجه تهتم بيها الكلام اللي موجود في الكتاب بتاعك. بعد كده تبدا بقى ايه، ان انت تراجع مع الفيديو بتاعي مره واتنين وتلاته عشان تاخد ديب نوليدج او معرفه معمقه عن كل كونسبت من الكونسبتس اللي الكتاب بتاع المدرسه او كل مصطلح الكتاب بتاع المدرسه اتكلم عنه. طيب تالت حاجه عايز اقولها، ما تنساش تبص في الديسكريبشن بتاع الفيديو، عشان هتلاقي فيه الشانل بتاعه الواتس اللي ممكن يكون عليها اي ماتيريال او اي حاجات مهمة هبعتها لكم على الشانل بتاعة الواتس. اخر حاجة بقى، لو حضرتك فهمت من الفيديو ده او حسيت ان هو ضاف لك اي حاجة جديدة او فهمت منه اي حاجة جديدة، يا ريت ما تنساش تعمل شير سبسكرايب ولايك للفيديو، لانه بيفرق معايا. شكرا ليكم يا شباب، واشوفكم في فيديو جديد.